ما ينفعش يبقى ده موسم المانجا وما نستغلهوش ونعمل منه كاسات كنافة بيستاشيو بالمانجا والمكسرات، انما ايه هتنزل في قلوبكم. يلا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة عندي كمية من الكنافة، بعد ما جمدتها فرمتها ناعم في الكبة علشان تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت عليها معلقتين بس من السمنة، وهفضل اقلب فيهم مع بعض لحد ما السمنة تتوزع كويس على الكنافة كلها. في الاول الكنافة بتشرب السمنة وبتفتكروا ان كمية السمنة مش كفاية وانكم محتاجين تزودوا، بس لا ما تزودوش، معلقتين كفاية جدا على كمية كنافة تقريبا اقل من نص كيلو. ومهم التقليب يكون باستمرار مع حرارة نار متوسطة عشان ما تتحرقش او تتلسع منكم. بعد ما اتحمصت الكنافة هننقلها لطبق تاني عشان لو سبناها في الطاسة ممكن تتحرق او تتلسع من تحت من حرارة الطاسة. هنضيف على الكنافة معلقتين كبار من كريمة البيستاشيو، وكمان هنضيف اي نوع مكسرات تكونوا بتحبوه. بعد كده هنقشر كمية من المانجا تكون على حسب كمية الكنافة اللي انتوا عاملينها وكافية ليها. هنقطعها كمان مكعبات. واخر حاجة هنجهز معانا طبقة من الكريمة، وهنجيب ظرفين من كريم شانتيه من دريم او غيره، ونتبع الطريقة اللي بتكون موجودة على الكيس ونجهزه بيها. حبيتش اصور الجزء ده عشان ما اطولش عليكم الفيديو لان الموضوع سهل جدا. دلوقتي هنرص الطبقات بتاعتنا، الكنافة الاول وبعد كده هنحط عليها الكريمة، واخر حاجة نحط على الوش المانجا. هنعملها مرة كمان بس في كبات بلاستيك. انا بحب استخدم الكبات دي علشان بتتقفل، فلو اتشالت في التلاجة يبقى انا محافظة عليها كويس. ده بيكون شكل الطبقات، شكلها يجنن وكمان طعمها كان خطير. ودول طريقتين للتقديم، كده او كده هتتنسف مش هيفضل منها ولا فتفوتة. معلقة من الطبقات التلاتة دول مع بعض مع المكسرات رهيبة رهيبة يا جماعة. انا هنا بنتي طلبت مني واحد يكون عليه شوكليت، حطيت لها صوص شوكولاتة من فوق وده شكله. جربوها بالطريقة اللي انتوا تحبوها وتعالي قولولي رأيكم في كومنت. انا سارة هلال، لو الوصفة دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي كومنت وتزوروا الاكونت بتاعي، هتلاقوا فيه وصفات كتير ان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.